السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم البطبوط ديالي او الطريقة ديالي باش كنحضر البطبوط، يعني طريقة عادية كلشي كيعتمدها. فقط غادي نشارك معكم بعض المراحل باش يصدق لكم بهذا البطبوط هذا ولا المخمر. خاصة دابا رمضان كنحتاجو بزاف المائدة ديال الافطار وفي السحور. دابا ان شاء الله رمضان جاي في البرد، ضروري غادي يكون يعني الوجبه ديال السحور يكون فيها المخامر ولا ملوي خامر. راه شاركته معكم حتى هو، وغادي نشارك معكم الطريقه باش يجيكم الخبز خفيف بحال هذا، يعني بحال الريشه. شوفوا معايا الخبز كيفاش كيجي، راه كيجي بحال البونج، والاهم انه كيجي رطب بزاف. المهم البنات، هنايا وضعت في القصريه 3 ديال القياسات ديال الفينو مع قياس ديال 3 ديال القياسات ديال الفينو مع 3 د القياسات ديال الفورس. بغيتو تغلبوا القمح كتغلبوه، بغيتو تغلبوا الفورس راه كتغلبوه، يعني كديروا تقريبا زلفه ديال الفينو، كديروا الباقي ديال الفورس، ولا يعني كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. انا غادي نشارك معكم فقط الطريقه، ويعني وانتم لكم الاختيار، ممكن انكم ديروا فقط الفينو، ولكن هو شي شويه تيكون يعني فيديو مختلف. العجينه ديال الفينو ما تتكونش بحال اللي كنعجنوا غير الفورس والفينو مخلطين بحال هكا. مازال غادي نشاركها معكم في البطبوط صغير ديال الطعمار. صافي، هنا بعد ما غادي نغربل الدقيق، درت هنايا 3 الزلايف ديال الفورس و3 الزلايف ديال الفينو. غادي نزيد هنايا غادي ندير بعدا واحد الحفيره، غادي ندير معلقه ونص ديال الخميره، حتى الجوج يعني على حسب الجو. انا فاش درت هذا الخبز كان الحال بارد بزاف، يعني محتاجه باش ندير الخميره. نتوما الا كان الجو سخون، دابا راه الجو عندنا شي شويه يعني راه بحال الصيف تقريبا. هنا في اكادير يعني الجو عندنا ماشي بارد بحال دابا. في هذا الوقيته غادي ندير غير معلقه ديال الخميره، ولكن في الوقت اللي تيكون البرد بزاف كندير معلقه ونص حتى لجوج، يعني على حسب الحاجه. انا درت واحد طوبه ديال السكر اولا نصف مربع ديال السكر، والماء بطبيعه الحال تيكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، يعني تيكون دافي باش كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون يعني رطبه وما تكونش يعني خامره بزاف، وحتى ما كتجيش فيه ريحه الخميره ملي كيبات لينا الخبز. وكنديروه في الثلاجه غير في التحت، ما كتبانش فيه ديك الريحه د الخميره، خاصه ملي كنعجنوه بالماء سخون تتكون فيه الريحه ديال الخميره غير تيضل حتى العشيه كتجهد فيه ديك الريحه د الخميره. تفاداو هاد القضيه هذه في الماء، يعني الماء ديروه فقط دافي، ما ديروش بارد بزاف ولا سخون. صافي، هنا غادي نعجن العجينه ديالي بطريقه عاديه. هنا غادي نضيف القياس ديال الملح. انا في الغالب دائما كنديرو مع السكر ومع الخميره فقط، كنديرو في واحد الجنب، ما كنخلطوش معاهم حتى كنخلط داك السكر والخميره والدقيق عاد باش كنجر ديك البلاصه اللي فيها الملحه. صافي، هنا غادي نعجن العجينه ديالي مزيان مزيان. يعني هاد العجينه ديال البطبوط كتبغي شي شويه ديال الدقيق باش تحصلوا على واحد الخبز اللي يكون يعني خفيف، ماشي بزاف، يعني ما دلكتوش بزاف مده طويله. المهم كنجمع العجينه ديالي حتى كنحس بها ما كيبقاش داك العجينه حرشه بحال هكاك، كتولي يعني واحد العجينه اللي هي مدلوكه وملسه. صافي، هنا غادي نستمر حتى ندلك العجين ديالي، وغادي نتلاقاو بعد ما غادي ندلكو باش غادي نقطعوه. انا مباشره البنات بعد ما قطعته بعد ما دلكته عفوا، غادي ندوز، يعني شفتوا العجينه كيفاش كتجي، يعني ما كتجيش خفيفه بزاف وفي نفس الوقت ما كتجيش قاصحه. هنا غادي ندوز باش غادي نقطعها معكم كويرات صغار، ما كنخليش يرتاح هاد العجين هذا مباشره كنقطعو. صافي، هنا غادي نشكلو كويرات. انا هنا راه شكلت الخبز يعني كبير ماشي صغير، وما كنديروش البنات يكون كويرات كبار بزاف، لان العجينه فيها الفرص راه مازال غادي يزيد
هاد الخبز هذا راه كيتنفخ ملي كيكون فيه الفرص، يعني قد الفينو ولا غالب، راه تيكون الخبز يعني كيجي شويه ملي كنديرو كيطيب كيتنفخ. هنايا عطاني هاد القياس هذا 8 ديال المخمارات كبارين، نتوما بغيتو ديروهم صغارين. هنايا خليتهم كيرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق، غادي نرجع عليهم باش غادي نقرص الخبز ديالي اولا العجينه ديالي. طريقه عاديه كنقرصوا الخبز. هنايا درت الفينو في القصريه وكنوضع العجين بحال هكا وكنقرصو، يعني ما كنزيدش نزيد الدقيق، فقط داكشي اللي قرصت به في القصريه كنسوسو وكنوضع في المنديل اللي غادي يخمر فيه الخبز. صافي هنا غادي نستمر. بالنسبه للعجينه راه ما درتهاش كبيره، شوفوا هنايا راه باش تبان لكم العجينه راه واخا ما خمرناها ما حتى حاجه، يعني العجينه راها رطبه بزاف، يعني ماشي رطبه بالماء ولكن بالعجينه والدلك. المهم ضروري من هاد الطريقه باش يصدق لكم البطبوط مزيان. اللي ما بغاتش انا هادلك راه كتخلط العجينه ديالها وكديرها في الكوكوط واحد 10 دقائق وكترجع عليها كدوز عليها بيديها، كتضرب بها واحد شويه صافي وكتقطعها وتشكلها في نفس البلاصه، يعني ما تخليش العجينه تخمر وعاد باش تقطعها وتزيد، يعني كيجيكم الخبز ماشي بحال اللي عجنتو وقرصتوه في البلاصه. هنايا كنطيب في البطبوط ديالي. المهم راه هنايا بديت كنطيب. بالنسبه للمقله ممكن انكم طيبوا في المقله الثقيله ولا طيبوا في الطيفال بحال هكا، يعني المقله اللي تتكون يعني ما كتلصقش، تتكون يعني خفيفه ودغيا كطيب. انا راه واخا كندير 2 مقلات ولا 3 كتكون هذه احسن منهم، كطيب الخبز دغيا ويعني كتسربيه. وحتى صراحه كيجي الخبز من هاد المقالي هادو احسن من المقله الثقيله. جربت بزاف، حنا كنقولوا ان الخبز هو المقله الثقيله، ولكن صراحه العكس، يعني هاد المقالي احسن من ديال دوك الثقال اللي العادي اللي تنشريو. صافي هنايا كنطيب الخبز ديالي وكنقلبو حتى كيطيب ليا من 2 ديال الجهات. هنا غادي نشارك معكم وحده من الاول. وهنا شفتوا معايا الخبز كيجي كله محمر وكيجي زوين بزاف. هنا درت البطبوطه ديالي رميتها، كنخليها غير واحد الثواني تقريبا 15 ثانيه حتى ل 20 يعني، وكنقلبها. هنا بعد ما قلبتها كنخليها كطيب بحال هكا، يعني حتى كطيب ليا من التحت. هنايا البنات دائما بقاو تحيدوا داك الدقيق اللي تيكون لاصق لكم في الخبز باش كيعطيكم داك اللون ديال التحمر اللي كيكون زوين، ما يعطيكمش داك اللون ديال الطحين المحروق، ما كيجيش زوين بزاف، يعني كتبقى فيه ديك الريحه ديال الدقيق المحروق. هذا هو الخبزه ديالي بعد ما طاب. شفتوها البنات كيفاش كتجي. انا راه طيبت الخبز ديالي صافي، غادي نستمر حتى طيب ليا الخبزه من التحت وكنقلبها بهذا الشكل هذا. دغيا كتنفخ البنات، مجرد ما كتقلبوها كتجي منفوخه يعني ومهويه من الداخل. كنبقى نقلبها ونعاود نقلب ونقاد بالمقلاه بهاد السبالتول هذه عفوا باش كيطيب لينا من جميع الجوانب. ضروري من هاد العمليه هذه باش يجيكم الخبز طايب. وحتى الجناب كنبقى ندور فيهم واحد شويه حتى كيطيب ليا الخبز ديالي. كيكون هذا هو الخبز ديالنا البطبوط بطريقه عاديه بسيطه بزاف. ومن اهم باش ينجح لكم البطبوط ويجيكم منفوخ هاد الطريقه اللي شاركت معكم، راه دغيا كيصدق معكم. كتعجنوه وكتقطعوه في البلاصه، كتسناو عليه واحد شويه حتى كيطاب وكتقرصوا. غير يبدا يخمر واحد نصف ساعه صافي كتبداو كطيبوا، راه كيجي الخبز بحال هكا، يعني غادي يصدق معكم من اول تجربه. هذا هو البطبوط ديالنا البنات بعد ما طيبته، راه كيجي خفيف بزاف كيف ما شفتوا معايا، راه كيجي خفيف وكيجي رطاب بزاف وكيذوب في الفم. شوفوا معايا الا بغيتوا انكم تعمروه
راه كتعمروا وبغيتو انكم ديروا بحال هكا ودهنوا بالزبده والزيت ولا بالعسل عفوا والزيت ولا الزبده اللي يعجبكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب وتشجعونا بالمشاهدات والبارطاج، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا بزاف على المشاهده والى فيديو اخر ان شاء الله.